اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم الحب صابر من قناه زي السفود. ما شاء الله صينيه عملاقه عملاقه، وكمان هنحلي بألف هنا وشفا. وكل ده من ايه؟ من عندنا الحليب اللي بنشيله. بجيب عندي زي ما قلت لكم كده، اجيب حوالي في الشهر 4 كيلو مثلا حليب، كأن الكيلو للاسبوع على حسب استهلاكك. وبعد كده تغليهم مره واحده وتشيل القشطه، تمام، وتفضيهم في ازاز زي كده، كل ازازه فيها نص كيلو، وتشيليها فين؟ في الفريزر ستيركل. سيب واحده بس في باب التلاجة، تعمل لنا شاي بحليب، تعملها نسكافيه، اي حاجه. وجبت بقى عندي دلوقتي، نزلت ازازه من دول. الاول جبت كوبايه من الرز ورحت سلقاها مع شويه ميه، اتهرت تماما، رحت حطيت عليها ازازه من دي، يعني حوالي لا ازازه ونص من دي، تمام، وشويه ميه صغيرين، يعني كل الكميه مع بعض حوالي كوبايتين ونص من السوائل، تمام كده، ورشه فانيليا والسكر. وبعد كده دخلتها تحت الشوايه، وبقى عندي احلى رز معمر في الدنيا. وجبت عندي كمان القمر بتاعتنا، المكرونه بشاميل اللي شايفين الكميه ما شاء الله. العصاج بنبقى شايلينه في الفريزر، بنبقى مزودينه بالبصل. بتجيب مثلا ربع كيلو لحمه مفرومه، وتزوديه عندك بصل وفلفل، واللهم صل على النبي، وتبشري جزرايه كمان بيسكر العصاج، بيبقى حلو جدا. وتحطي معاه رشه قرفه، اللهم صل على النبي، وممكن فص ثوم. وعايزه اقول لك يطلع احلى عصاق في الدنيا. البشاميل، هي فكره المكرونه بالبشاميل كلها البشاميل. انا على فكره ولا حاطه حاجه على الوش ولا موزاريلا ولا الكلام ده كله. البشاميل بقى بتجيبي عندك 6 معالق من الدقيق، تشوحيهم مع 6 معالق من السمنه، وبعد كده تنزلي معايا عليهم بشوربه او ميه سلق المكرونه، وتكملي بالحليب وتقلبي، يبقى معاكي احلى بشاميل. بجد جربي طريقه البشاميل والمكرونه طبعا تسلقوها في ميه ملح وبس كده. جربي بقى. او قررت ان انا اعمل مع المكرونه بشاميل، بعمل معاها رز معمر، ومثلا مع الكشري اعمل معاها رز بلبن، وهكذا. كل ده من شويه حليب بنجيبهم في اول الشهر. وباي باي.